السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أتمنى أن يكون الصوت واضحا، لأن الكثيرين كتبوا لي في التعليقات أن الصوت منخفض. وقبل أن أدخل في سرد القصص، سأحاول في كل فيديو أن أجيب عن أكثر الأسئلة التي تتكرر لدى المستغفر في التعليقات. وبالمناسبة أنا لست شيخا ولا مفتيا، أنا فقط كنت في البداية من هؤلاء الناس الذين يطرحون هذه الأسئلة، وكنت أبحث عن إجابات. وفي هذا الفيديو سأجيب عن السؤال الذي يتكرر كثيرا، وخاصة إذا حكى أحد قصته في التعليقات مع الاستغفار. أول سؤال يطرح عليه: ما هي الصيغة التي كنت تستغفر بها؟ يعني هذا الشخص يبحث ويسأل عن الصيغة التي تحقق نتائج بسرعة. والجواب أن هناك صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختر منها أو نوع فيما بينها ما شئت، فلا حرج في هذا إن شاء الله. ومن هذه الصيغ أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله ثلاثا، يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وهذه هي الصيغة التي يمكن أن تحقق منها أعدادا كبيرة. عندما تسمع مثلا أن فلانا يستغفر بالآلاف، فغالبا هو يستغفر بهذه الصيغة. أما الصيغة الثانية ففي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فارا من الزحف. أما الصيغة الثالثة فهو سيد الاستغفار. وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الصيغة وإن كانت طويلة، ولكنها تجعلك تحس بالعبودية لله سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب، وهذا هو المقصود بالاستغفار. فلا بأس أن تقولها ولو مرة واحدة في اليوم، ستشعر بإحساس عجيب وأنت تردد هذا الاستغفار. أما الصيغة الرابعة فعن ابن عمر قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذه هي الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختر منها وداوم عليها، وإن شاء الله سترى نتائج في حياتك. أنا أرى والله أعلم أن السر في الاستمرار وليس في الصيغة أو العدد. استغفر بالصيغة التي تريد وبالعدد الذي تقدر عليه، ولكن باستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال: أدومها وإن قل. فالمداومة هي السر. حتى الناس الذين يرون النتائج ويقطعون، يعني يعودون إلى حياتهم القديمة قبل الاستغفار، فغالبا التغيير الذي حصل لهم بسبب الاستغفار يزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فاشترط لزوم الاستغفار، لم يشترط العدد ولا الصيغة، ولكن اشترط لزوم الاستغفار. من لزم الاستغفار، فالشرط الوحيد للاستغفار هو اللزوم والاستمرار. فالزموا الاستغفار ولا تتركوه، سواء تحقق ما تريدون أم لم يتحقق، فهو وحده نعمة من الله لن تحس ولن تشعر بها إلا عند فقدها. والآن سأحكي لكم بعض القصص التي داوم أصحابها على الاستغفار. القصة الأولى: يقول صاحب القصة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أكتب إليكم اليوم وأنا ممتن لله تعالى على ما أكرمني به من فضل وكرم وعطاء، لأشارككم تجربتي الصادقة مع الاستغفار، تلك العبادة البسيطة في ظاهرها العظيمة في أثرها، التي غيرت مجرى حياتي من ضيق إلى سعة، ومن قلق إلى طمأنينة، ومن انتظار طويل إلى فرج سريع بقدرة الله سبحانه وتعالى. كانت البداية في شهر شعبان، حين كنت أعيش فترة من الهم والانتظار الطويل بسبب قضية في المحكمة استمرت أكثر من 8 سنوات. يا الله!
كنت أشعر أحيانا أن الأمور متوقفة تماما، لا تتحرك خطوة واحدة، ومع ذلك كنت أحاول أن أظهر الصبر وأتوكل على الله، لكن في داخلي كان هناك حزن دفين وشعور بالعجز. وفي يوم من الأيام وبقدر من الله كنت أتصفح موقع يوتيوب، ظهر أمامي مقطع لأخينا محمد حجازي يتحدث فيه عن الاستغفار وسورة البقرة. شدني العنوان وقلت في نفسي لن أخسر شيئا إن سمعت لبضع دقائق، لكن المفاجأة أنني لم أستطع التوقف عند مقطع واحد. استمعت للمقطع الأول ثم الثاني ثم الثالث، حتى وجدت نفسي أتابع كل دروسه بتركيز شديد، وكأن قلبي كان ينتظر هذا الكلام منذ زمن. تحدث عن أسرار الاستغفار وعن كيف أن الله يفتح به الأبواب المغلقة ويرفع به البلاء ويبدل الهم فرحا والعسر يسرا. حينها شعرت أن هذا ليس مجرد ذكر باللسان، بل طريق حياة، أسلوب يقودك إلى القرب من الله في كل لحظة. منذ ذلك اليوم قررت أن أبدأ بصدق. في الأيام الأولى كنت أستغفر 1000 مرة يوميا. بعد أسبوعين فقط قررت أن أزيد العدد إلى 5000 استغفار في اليوم. وفي كل مرة كنت أكثر فيها من الاستغفار كنت ألاحظ أن يومي يمضي بسلاسة غير معتادة، والمشاكل الصغيرة تحل دون جهد، وأشعر بطاقة إيجابية غريبة تدفعني للعبادة والعمل. ثم رفعت العدد إلى 10,000 حتى وصلت إلى 30,000 استغفار في اليوم بفضل الله تعالى. كنت أوزع على أوقات اليوم، جزء بعد الفجر وجزء قبل النوم والباقي أثناء العمل أو المشي أو القيادة. كانت رحلة إيمانية جميلة، جعلت لساني لا يفتر من ذكر الله، وجعلت قلبي متعلقا به في كل لحظة. كنت كما ذكرت أعاني من قضية في المحكمة دامت 8 سنوات، فيها مبلغ كبير كان من حقي، لكنها ظلت معلقة دون حسم. ومع بداية مداومتي على الاستغفار بدأت الأمور تتحرك بطريقة عجيبة لم أكن أتخيلها. اتصل بي أحد الموظفين وأخبرني أن الجلسة القادمة ستكون الأخيرة، وأن الأمور تتجه لصالح قضيتي. وبعد فترة قصيرة صدر الحكم لصالحي، وألزم خصمي بدفع المبلغ كاملا. وهنا تأتي المفاجأة الكبرى. في غضون يومين فقط من صدور الحكم تم تحويل المبلغ إلي كاملا، بعد انتظار استمر 8 سنوات. فرج الله عني خلال يومين فقط. شعرت في تلك اللحظة أن كل لحظة استغفار لن تذهب هدرا، وأن الله كان يسمع دعائي كل مرة، لكنه أعد لي وقت الفرج الذي فيه الخير. سددت ديوني الكبيرة وتحسنت أحوالي المالية شيئا فشيئا، حتى صرت أرى أثر البركة في كل جانب من حياتي، في رزقي، في علاقاتي، وحتى في راحتي النفسية. لكن أعظم ما نلته من الاستغفار لم يكن المال أو حل المشكلة، بل كان القرب من الله سبحانه وتعالى. كنت أصلي من قبل والحمد لله، لكن بعد المداومة على الاستغفار شعرت بحب عجيب للصلاة. صرت أحرص على الصلاة في أول وقتها، وأحيانا قبل الأذان بدقائق وأنا أترقب المؤذن بشوق. صرت أستيقظ للفجر بسهولة دون منبه، وكأن قلبي صار متعلقا بلقاء الله. الاستغفار جعلني أكثر صبرا على الناس، وألطف في الكلام، وأهدأ في المواقف التي كانت تغضبني سابقا. صار في داخلي سلام لم أكن أشعر به من قبل. بعد 5 أشهر تقريبا من مداومة على الاستغفار شعرت برغبة قوية أن أبدأ رحلة جديدة، سورة البقرة. بدأت أختمها كل عدة أيام، ثم بدأت أحاول حفظها آية بعد آية. ولم يكن الحفظ سهلا في البداية، لكني وجدت أن من أكثر ما يعين عليه هو الاستغفار نفسه. كنت أستغفر قبل التلاوة وأثناء الحفظ، فكنت ألاحظ أن الكلمات ترسخ في قلبي بسرعة. أعيش الآن مع سورة البقرة كما أعيش مع الاستغفار، وأحاول أن أجعلها جزءا من حياتي اليومية، وأتمنى أن يوفقني الله لحفظها والعمل بها، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. إخواني الكرام، الاستغفار ليس فقط لرفع الذنوب، بل هو باب للرزق ودواء للهم وسبب للسكينة. من داوم عليه بالصدق سيجد عجائب لا تخطر على بال، لأن الله وعد بذلك في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للثبات على الطاعة، وأن يرزقنا لذة الذكر، وأن يفتح لنا أبواب رحمته وفضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أشارككم تجربتي مع الاستغفار منذ حوالي شهرين، وأنا أتابع قناة الأخ محمد حجازي، والحمد لله وجدت فيها بركة عظيمة. قبل أن أبدأ بالاستغفار كنت أحرص على قراءة سورة البقرة مرة واحدة فقط، لكن بعد أن تعرفت على القناة بدأت أستغفر الله أكثر من 3000 مرة يوميا. وفي أول يوم بدأت فيه بالاستغفار رزقني الله مالا لم أكن أتوقعه، ثم عرضت علي فرصة دراسية في أحد المراكز التدريبية، ومنذ ذلك اليوم والخير لا ينقطع، الرزق مستمر والبركة تتزايد، والحمد لله على فضله وكرمه. كما أصبحت محافظا على أذكار الصباح والمساء والنوم، وأحرص على التحصينات اليومية، ومع الوقت وجدت نفسي أقرأ سورة البقرة 4 مرات بفضل الله، وكل مرة أشعر بنور وراحة أكبر من قبل. وأمس تحديدا قمت بأعمال خيرية وتصدقت، وعندما عدت إلى البيت وفتحت الخزانة وجدت فيها مالا أكثر مما توقعت. فالله يرزقني دائما من حيث لا أحتسب، حتى أنني أحيانا أفكر من أين سيأتيني المال، فلا تمر ساعات إلا ويأتيني رزق من مكان لم أتخيله. فالحمد لله على كرمه وفضله العظيم، وأسأل الله أن يديم علينا نعمه. لا تنسوا الصلاة على النبي ولا يفوتكم القادم من الفيديوهات.